بيبدأ فيلمنا النهاردة واللي بيتكلم عن عالمنا في بداية القرن ال21، وإنه كان متراقب كويس جدا من كائنات أذكى من البشر بمراحل، وكانوا بيدرسوا سلوكياتهم بنفس الطريقة اللي البشر بيدرسوا بيها الكائنات الدقيقة. وفي الوقت اللي كانت البشر فيه مسيطرين شرق وغرب كانوا تحت مراقبة الكائنات الذكية دي، وغير إنها ذكية ما بيكونش عندها لا رحمة ولا تعاطف، وبيكون وقت التخطيط والدراسة خلص وهيبدأوا في التنفيذ. وبيبدأ فيلمنا عن راي اللي بيكون شغال على رفعة حاويات، وبيخلص شغله وبيروح على بيته، وبيلاقي طليقته واقفة مع جوزها ومستنيينه، وبيكون جاي علشان راي يشوف ولاده ويقعدوا معاه شوية، وبيستقبلهم كلهم في بيته. وبتفضل تبص زوجته الأولى على الشقة اللي هو عايش فيها، وبتشوف كمان كم الإهمال اللي هو فيه، وبتحاول إنها تضمن سلامة ولادها اللي بتودعهم، وبتمشي هي وجوزها وبتسيبهم مع أبوهم راي. وبياخد راي ابنه في حديقة البيت علشان يلعبوا سوا، وبيحاول انه يظبط علاقته مع ابنه اللي بيكون واضح ان هو مش طايقه، وبيفضل يلوم في ابوه بيعرفه انه ما بيدفعش حتى مصاريفهم، وان تيم جوز امهم هو اللي بيدفع لهم كل حاجه. فراي بيغضب من ابنه، واللي لما بيرمي الكوره ابنه بيسيبها فبتكسر ازاز الشباك، وبيسيبه وبيدخل جوه البيت. وراي بيبقى مش عارف يتعامل معاه ازاي. وبعد شويه بيجي وقت الاكل، وبيبقى قاعد مع بنته واللي برضه مش عارف يتعامل معاها صح، ولما بيسألها عن اخوها فبتقول انه خد عربيته وخرج يتمشى شويه، فبيجري بره البيت بسرعه علشان يشوف عربيته، وفعلا مش بيلاقيها، لكنه بيلاقي الناس كلها اللي قدام بيته عماله تصور السما. ولما بيبص بيشوف فجوه كبيره وحواليها عاصفه سحابيه ضخمه، فبيجري على الساحه الخلفيه لبيته، ويكون الجو عمال يتغير عليهم بالتدريج، وبيشوف ان الرياح مسحوبه ناحيه الاعصار، وبينادي على بنته علشان تشوف العاصفة. والهواء اللي كان بيطير كل حاجة بيهدى فجأة، لكن بيفضل البرق يضرب في السماء، وبيكون صاحبنا الشخص الوحيد اللي مش شاغله الحوار ده لحد ما البرق بيبدأ يضرب في الأرض. فبيجري هو وبنته على جوه على طول، ولما بيحاول يطمنها البرق بيعمل الواجب، وبيبقوا عايزين حد يطمنهم هما الاتنين لحد ما البرق بيقف فجأة، وبيلاقي ان الكهرباء انفصلت عن البيت. فبيقول لبنته تفضل مكانها وهو هينزل يشوف في ايه، وقبل ما ينزل بيجرب يفتح التليفون لكنه ما بيشتغلش، حتى ساعته كمان بتقف. وبينزل من بيته وبيلاقي جارته بتقول له ان العربيات كلها اتعطلت، وبيلاقي ابنه واقف بره وبيفضل يطمن عليه، وبيعرفه روبي انه شاف البرق بيضرب نفس المكان 26 مرة لدرجة انه عمل فجوة كبيرة في الارض. فبيقول له راي يطلع البيت ويستنى مع اخته عقبال ما هو يجي، وبيفضل راي يجري وسط الناس لحد ما بيلاقيهم متجمعين حوالين الفجوه. فبيمسك صخره حوالين الفجوه دي، ولما بتسال عن درجه حرارتها بيقول لهم ده بالعكس متجمده، واللي بتبدا الارض انها تتشق من تحتهم لدرجه انه بيحصل بسببها شرخ كبير في المبنى ده. وراي بيبقى مش فاهم اي حاجه، وبتفضل الارض تتشق في كل حته حواليهم، وبيحصل حالة ذعر كبيرة وسط الناس، وبيفضل يجري وسط كل ده لحد ما بيلاقي المبنى اللي اتشق، وهو بيبعد عنهم بالارض اللي حواليه، اللي فجأة بتطلع فوق وبتنزل تحت بسرعة وبتنهار وبتبلع اي حاجة حواليها، لغاية ما بتترمي عربية من الفجوة دي، وبيشوف راي كائن ضخم بيخرج منها وبيطير فوق وبينزل بسرعة على الارض جنب راي اللي بيبعد، وبيشوف الارض وهي بتطلع تاني لحد ما بيظهر كائن اكبر بأضعاف مضاعفة لأول كائن ظهر، وبتبدأ الناس إنها تنفض بعمرها وتجري منه، وبيبقى راي في وسطهم. وأول ما بيبص على الكائن ده بيترعب لحد ما بيعمل صوت قوي جدا، وبتبقى الناس واقفة عمالة تتفرج عليه ومش فاهمين أي حاجة، لغاية ما بيبدأ إنه يضرب عليهم بالسلاح بتاعه واللي بيكون شعاع كبير جدا، ولما بيلمس أي حد بيخفيه حرفيا وبتحول لرماد كأنه ما كانش موجود أصلا. وبيجري راي وسط الأهوال دي كلها والناس عمالة تتبخر من حواليه، وبيبقى بيسابق الزمن عشان يوصل لولاده ويحميهم، وبيكون الكائن ده عمال يدمر كل حاجة حرفيا في المدينة. وبيستخبى راي وبيتفرج على الكائن ده وهو بيتحرك حواليهم، وبيرجع بسرعة لبيته وبيدخل على ولاده وما بينطقش كلمة، وبيبقى في حالة صدمة قوية، وهم اللي بيحاولوا كمان يطمنوه، وبيبقى عليه رماد الناس اللي كانت بتموت حواليه، وبيحاولوا انه ينظف نفسه منه. وبيخرج لولاده وبيقول لهم لازم نكون بره البيت خلال دقيقه، وبيدي لابنه علبه وبيقول له يجمع فيها الاكل اللي موجود في الثلاجه، وبيكونوا لسه ولاده مش فاهمين اي حاجه، وبيجمع راي اي حاجه ممكن يحتاجها، وبيطلع علبه من تحت سرير وبيكون عاين فيها مسدس وبياخده، وبينزلوا كلهم وبيركبوا العربيه الوحيده اللي شغاله، وبيجي جاره وبيقول له ينزل من العربيه، فبيقول له راي يركب معانا قبل ما تموت، وبتبقى بنته منهاره من كل اللي بيحصل. ولما راي بيفكس للراجل ده وبيتحرك بالعربيه بيشوفه في المرايه وهو بيختفي، وبيرجع تاني الكائن ده يدمر في كل حاجه حواليهم وبيجيب عليها وطيها بالمعنى الحرفي. وراي بيحاول يهرب وينقذ ولاده من اللي هم فيه، وبيحاول انه يبعد عن المدينه على قد ما يقدر. ولما بنته بتدخل في حاله ذعر بيحاول روبي انه يهديها، وبيسال ابوه عن اللي بيحصل ومين اللي تسبب في كل الخراب ده. فبقول له راي انه شاف آلة كبيره خرجت من الارض وبدات تضرب ضوء قاتل على كل شخص وفي كل مكان، وبقول ان الكائن ده تقريبا نزل مع البرق،
وبيحاول ري انه يبعد بيهم ويهدي بنته كمان على قد ما يقدر، واللي بتفضل تصرخ بانها عايزه امها. وبيبقى صاحبنا فعلا مش ناقص لحد ما بوصل بيهم لبيت مراته وجوزها، ولما بيدخلوا جوه مش بيلاقوهم موجودين، وبيحاول ري يطمنهم وبيقول لهم اكيد هي ما جاتش على البيت على طول وانها راحت لبيت جدتهم. وبتكون الكهرباء والتليفونات شغاله عادي في البيت، وري عمال يدور على اي اكل ياكلوه لحد ما بيلاقي، وبيقسم الاكل عليهم، ولما بيقولوا له انهم مش عايزين ياكلوا بيتعصب وبيرمي الاكل، لكنه بيحاول يسيطر على نفسه ويهدى، وبيقول لهم انهم هنا في امان وانهم هيفضلوا هنا لحد ما امهم وتيم جوزها يرجعوا وان كل شيء هيكون بخير. وبينزلوا في بدروم البيت وبيعرفهم انهم هيناموا فيه وبيقفل النور، وبعد شويه بيكونوا خلاص ناموا، وبتحصل حركه غريبه بره البيت لحد ما بيقوم هو وروبي مفزوعين، وبيكونوا ما عندهمش اي فكره عن اللي بيحصل بره. ولما بتساله بنته هو ده برق، فبيقول لها لا وان ده اكيد حاجه تانية خالص. وفجاه بيسمعوا صوت قوي وبيبدا البيت يتهز بيهم، وبيفضل ري مش فاهم يعمل ايه او ينقذ ولاده ازاي لحد ما بيدخل روبي اخته في القابو، وبيشد ابوه بسرعه معاهم اللي بياخد مسدسه وهو في طريقه، وعلى طول بتكسر الازاز، وهو بيبقى في انفجار مهول بره البيت. وبيقفل ري الباب بسرعه، وبيفضل كده لحد ما بيطلع عليهم النهار، وبيخرج من القابو وبيلاقي كل حاجه بره اتدمرت. فبيخرج من البيت خالص وبيلاقي محرك طياره في وشه، والشقه بقت مفتوحه على شارع من غير جدران. ولما بيطلع بره خالص بيلاقي طياره متدمره قدام البيت، والخراب والدمار واكل المدينه شبر شبر. وبيشوف ري شخص بيحاول يخرج من الطياره وبيجر صندوق معاه، وبيفضل ري يساله اذا كان واحد من ركاب الطياره ولا لا، لكنه ما بيردش لحد ما بينزلوا بيقولوا يساعده في فتح الصندوق. ولما ري بيكرر سؤاله صاحبنا ما بيردش عليه برضه، لحد ما بتيجي واحده تبع الشخص ده وبتقول لري انه فقد السمع بعد كل اللي حصل، وبتعرفوا انها كانت في فرقه 83 تبع الجيش، وانهم حاولوا يهجموا على الكائنات في نص الليل، لكنهم ما عرفوش يعملوا معاهم اي حاجه لانهم كانوا محاطين بدروع قويه جدا. وكل حاجه انتهت لما الكائنات دي بدات تضرب بالسلاح بتاعها وحصل اللي حصل. فبيستغرب ري انه طلع في كتير من الكائنات دي، وتعرفوا كمان ان في مدن كتير جدا وقعت، وبتوريه فيديو وهم بيدمروا كل حاجه، وبيقف ري مذهول من اللي بيشوفه، وبتقوله ان الالات دي كانت مدفونه تحت الارض اكيد من زمان، وان علشان يخرجوا كلهم في وقت واحد اكيد محتاجين لامر من قائدهم. فهدفهم دلوقتي انهم يعرفوا مين القائد بتاعهم ويحاولوا يقتلوه، وتوريه طريقه نزولهم مع البرق بالتصوير البطيء، وبتقول انهم نزلوا في كبسولات بالشكل ده لبطن الارض، ومن بطن الارض للالات المدفونه. وفجاه بيسمعوا صوت كائن منهم وعلى طول بيحاولوا يهربوا، وبيرجع ري على بيته وبيحاول يهدي بنته وبيركبها العربيه، وبيطلع روبي يتفرج على الكارثه اللي حصلت في المكان لحد ما ابوه بيناديله، وبيتحركوا كلهم، وبيفضل روبي يخنق في ابوه اكتر ما هو مخنوق، وبيشدوا سوا في الكلام. وبتتدخل ريتشل وبتهديهم الاتنين لما بتعرفهم انها عايزه تعمل حمام، فبينزلوا من العربيه وبتبعد ريتشل عن ابوها وبتروح عند الشجر، وبتوصل عند نهر واللي بتشوف جثث عايمه على وش الميه، وهي في صدمتها بتظهر جثث بالعبيط. وقبل ما تنهار بيجري وبيغمي عينيها وبيشيلها وبيبعد عن المكان. وبتعدي قوات الجيش الامريكي على الطريق اللي هم فيه، وبيلاقي ابنه هو عمال يستنجد بيهم وبيقول لهم خدوني معاكم، لكنهم بيكملوا في طريقهم. وبيجي له ري وبيحذروا وبيقول له لو رحت في الاتجاه ده معاهم فهتموتوا كلكم. وبيفضل روبي يزعق في ابوه وبيقول له على الاقل نروح مع اللي لسه عايشين وننتقم من الكائنات دي، وكمان بيقول له ان هو ماشي بيهم ومش عارف هو رايح على فين اصلا، وانه عايز يعيش دور البطل وخلاص. وبتيجي ريتشل لروبي وبتعيط له وبتساله ليه عايز يسيبها ويمشي ومين هياخد باله منها من بعده. فبيهدى وبيرجعوا تاني في طريقهم، وبيحاول ري يفك الجو مع ابنه وبيبدله في السواقه. وبيدخل روبي وسط تجمع كبير من الناس، فبيصحى ابوه واللي بيقول له اوعى تقف بالعربيه لان ممكن حد منهم يسرقها. وفعلا بيتجمعوا كلهم حواليها وهي ماشيه، وبيقلق ري على بنته جدا وبيعمر مسدسه وبيتعلق واحد على الكبوت، لكن ري بيزود سرعته بيوقعه من على العربيه، وواحد تاني بيكسر الازاز القداماني ليها. فبتوتر ري وبيحاول يبعد على قد ما يقدر، لكنه بيلاقي ست شايله ابنها الرضيع واقفه في نص السكه، فبيحاول يتفاداها على طول لكنه بيلبس في عمود كهرباء. وبتتلم الناس كلها على العربيه وبيكسروا الازاز على اولاده، وبيبقوا كلهم عاملين زي الزومبي لحد ما بيخرجوا روبي بره، وبيشدوا ري هو كمان اللي بيشوف بنته مرعوبه جوه العربيه، وبيروحوا بيحاول يتعامل معاهم ويبعدهم عن العربيه، لكنهم في الاول والاخر كتير جدا وكلهم طمعانين في العربيه بتاعته. وبيجي روبي وبيحاول يساعد ابوه وبيفقدوا السيطره عليهم، فبيقول ري لبنته تخرج بسرعه من العربيه، واللي اول ما بتخرج بيجي الشخص ده وبيمنعها، وبتدخل الناس على ريتشل من كل فتحه في العربيه. فبيطلع ري مسدسه وبيضرب طلقتين في الهواء، وبيوجه مسدسه على الناس كلهم وبيبعدهم عن العربيه، وبيفضل يصرخ باسم روبي اللي ما بيلاقوهوش في وسط الزحمه دي لحد ما بيلاقيه واقع على الارض.
فبيسحبه وبيسمع صوت بنته اللي بتصرخ فيه وبتقول له ياخد باله، لكن بيبقى في واحد حاطط مسدسه على دماغه وبيقول له ينزل مسدسه وان هو اللي هياخد العربيه. فبيقول له ري انه عايز ياخد بنته مش اكتر، لحد ما الشخص ده بيصرخ فيه وعلى طول بيسيب ري مسدسه وبيقول له خد العربيه وسيبني اخد بنتي، وفعلا بيسيبه ياخد بنته وبيركب الشخص ده وبيمشي، والمسدس بتاع ري بيكون راح في ايد حد من الواقفين، وبيدخل ري هو واولاده في المطعم واللي ما بيلحقش يعمل حاجه وبيسمع صوت ضرب النار، وبيكون صاحبنا قتل اللي خد العربيه، وبتتلم الناس تاني عليها زي المجانين وبتتحرك بعيد عنهم، وبينهار ري من كل اللي بيحصل وبيفضل يبكي قدام ولاده، وبعد شويه بياخدهم وبيمشي وبيبقوا ماشيين في وسط تجمعات كبيره. بس قبل ما نشوف هم هيعملوا ايه بفكرك يا صديقي بما انك لسه معايا لحد دلوقتي فما تنساش انك تدعمنا بلايك عشان نقدر نكمل ونستمر، وتشترك بالقناه لو اول مره تتابعنا، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وبنرجع لهم تاني وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا عند سكه القطر، وبيعدي من قدامهم بسرعه كبيره وبيكون متدمر والنار ماسكه فيه، وبيرجعوا يكملوا في طريقهم لحد ما بيوصلوا لسفن انقاذ تابعه للجيش. لكن ريتشل بتشوف ان الاشجار عماله تتكسر وكأن في كائن ضخم في طريقه ليهم، وبتنبه ابوها وبيشوف الكائن الضخم ده وهو بيقرب عليهم وبيعمل نفس الصوت القوي بتاعه وبينبه كل الناس بوصوله، وفجأة بتجنن الناس وبيجروا كلهم على السفينة، وبيأمر القائد بتاعها بانهم يستكفوا من الناس ويبدأوا فعلا يتحركوا، وبتزيد اعداد الكائنات وفي نفس الوقت بتزيد اعداد الناس في المنطقة اللي بيكونوا جايين كلهم على السفينة وعلى راسهم ري وولاده، وبيحاول انه يتفاوض مع الجنود اللي مانعين الناس من الدخول لكنه في الفاضي، فبيحاول انه يشق طريقه وسط الناس وبيوصل لجسر جانبي للسفينة وبينجح انه يدخلها، وبتبدأ السفينة تتحرك وتسيب المينا، وبيجري روبي على الحاجز بتاع السفينة اللي بيكون متعلق فيه ناس كتير وبيحاول انه يساعدهم في الدخول، وبيشوفوا ري وبيعرف ان ابنه رجولة وبيبقى فخور بيه، وبيشوف قبطان السفينة كائن ضخم بيتحرك تحت المية وبيعمل دوامة كبيرة جنب السفينة وبيخرج منها وبيكون حجمه وشكله غير كل الكائنات، وقبل ما السفينة تتقلب بينط ري هو وولاده، لكن بتنزل عربية فوقهم من السفينة وبتاخدهم تحت المية وبتتعلق ريتشل في ابوها، وفي نفس الوقت بتكون السفينة اتقلبت خلاص، وبيخرج ري هو وولاده من تحت المية وبيحاولوا انه يخرجهم لأي بر لحد ما بيشوف الكائن وهو عمال يصطاد في الناس من البحر وبيشدهم لفوق، فبيحاول يبعد على قد ما يقدر وبينجح فعلا انه يخرجهم من المية، وبيشوف الكائنات وهي عمالة تصطاد فيهم من البحر، ولما بيبص جنبه بيلاقيهم حصروا مجموعة كبيرة جدا من الناس على الشاطئ وبيقضوا عليهم بالسلاح بتاعهم، فبيتحركوا من مكانهم، واول ما كائن منهم بيظهر جنبهم بيستخبوا في العشب، واول ما بيبعد بيرجعوا تاني يكملوا طريقهم، وبيشوفوا هدوم كتير جدا بتترمي حواليهم، وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيلاقوا عربيات الجيش بتقرب منهم، وبيفضل روبي يبعد عن ابوه اللي بيفضل يحذره وبيصرخ فيه، وكمان بتظهر طيارات مقاتله من فوق، وفي نفس الوقت بيكون روبي بيحاول انه يركب مع الجنود، وبيسيب ري بنته عند الشجر وبيترجاها انها ما تتحركش من مكانها عقبال ما يجيب روبي ويرجع، وبيفضل يجري وراه لحد ما بيمسكه، وبتظهر طيارات كتير وهي عماله تضرب في الكائنات دي، وفي نفس الوقت بيكون ري بيكلم ابنه اللي بيكون منشف دماغه وعايزه انه ينضم للجيش ويحارب معاهم، وبيجي اتنين وبيشوفوا ريتشل وهي واقفه لوحدها وسط المدعكه دي وبتصعب عليهم وبيبقوا عايزين ياخدوها معاهم، وبيكون ري لسه بيكلم ابنه لكنه بيشوف بنته والموقف اللي هي فيه، وبيفضل روبي منشف دماغه وبيقول له سيبني في حالي، وبيشوف بنته والناس بتشدها معاهم، وبيبقى موقف صعب جدا ومش عارف يمسك مين ويسيب مين، واللي بيقف هو وابنه بيودعه من غير ما يقول له كلمه، وبيجري بسرعه على بنته وبيشدها من ايد الناس دول، وبيلاقي عربيات الجيش جايه ناحيتهم وهي مولعه، ولما بيبص على مكان الجيش بيلاقيه انفجر كله، ويظهر الكائن من وسط النار الرهيبه دي، وبيعرف ري ان روبي خلاص مات، فبيحاول انه يهرب هو وبنته، وبيوصلوا لواحد فاتح قابو البيت بتاعه وبينادي عليهم علشان يساعدهم، وبيدخلوا معاه وبيحاول الشخص ده انه يطمن عليهم، وبعد شويه بيحاول ري انه يهدي بنته ويخليها تنام شويه، وبيفضل صاحب البيت يسمعه وهو بيقول لبنته ما تقلقش على روبي وانه هيكون بخير وشويه وكل حاجه هتهدى، ويوديهم لامهم في واشنطن، وبيفضل يغني لبنته عشان تهدى وتنام، وبيدعوا صاحب البيت على مشروب وبيقعدوا يتكلموا شويه وبيتعرفوا على بعض، وبقول له ان عنده ميه كتير واكل يكفي الاسبوعين لو حب يقعد هو وبنته، فبقول له ري انه عايز بس ينام شويه، وقبل ما يسيبه بيقول له ان الالات دي كانت مدفونه تحت الارض من زمان ومن قبل ما البشر تسكن في المنطقه دي، وان الكائنات دي كانت مخططه لكل حاجه من الاف السنين، وانهم هزموا القوه العظمى اللي في العالم كله في يومين بس، وان دي مجرد البدايه واكيد هيجي ملايين منهم، وبيعرفوا ان لما تهرب منهم كانك رايح للموت برجليك، وفجاه البيت بيتهز بيهم، وقبل ما ري صاحي بنته بيحذروا صاحب البيت وبقول له سيبها وتعالى ورايا، وبقول له لازم نحاربهم واكيد هم عندهم نقطة ضعف، وبيخليه يبص عليهم من الشباك وبيقولوا ان هم سوا هيقدروا يهزموه، وبيكون ري مفكره مجنون وبيشيل بنته وبيحاول يحطها في مكان امن، وبيقرب كائن منهم من شباك القابو وكانه عارف بوجود بشر جوه، ولما ري بيكلمه بيقول له انت جيت هنا علشان تحارب معايا واننا المناضلين اللي هنخرج لهم من تحت الارض،
فري بيعرف ان كده رسم صاحبنا ده لاسع وهيتسبب في موته هو وبنته، وبيفضل يتكلم مع ري اللي بيقعد على الارض وبيحط ايده على وشه وبيبقى مش عارف يتصرف ازاي في المصيبه دي. وبعد شويه بيلاقي صاحبنا وهو قاعد مع بنته وبيقول لها ان عيلته كلهم ماتوا من كام يوم، وان كان عنده كمان بنت في نفس عمرها، وكده بنعرف هو اتجنن ليه. وبيقول لها لو ابوك حصل له حاجه فانا اللي هاخد بالي منك. فبينادي ري عليها وبيحذره بانه ما يقربش لبنته مره تانية. وفي وسط كلامهم بيسقط الصوت بتاع الكائنات دي فجاه وبيسمعوا صوت قريب منهم، ولما ري بيبص وراه بيلاقي البتاع ده داخل عليهم، فبيحاول انه يتجنبها من غير اي صوت، وبيشوفها وهي بتشغل انوارها وبتراقب وبيبعد عن مسارها ببطء، وبتكون بنته قدامه لحد ما بيظهر فار قدام الكائن ده، فبيلفت انتباهه ليه وبيستغل ري الفرصه وبيحاول انه يقرب من بنته، وبيفضل يراقب الكائن لحد ما بيجي الوقت المناسب وبيشاور لبنته تجيله، وبيفضل الكائن يحوم حواليهم، وري عمال يحاول انه يبعد عنه من غير ما يجذب انتباهه. واول ما بيبعد عنهم بيجي صاحبنا وهو ماسك بلطه في ايده وبيحاول ري يمنعه على قد ما يقدر، وبيفضل يشاور له ويحذره وبيطلب منه يجيله. واول ما بيروح له بيخبط في الحاجات دي وبيعمل صوت، وعلى طول بيلفت انتباه الكائن وبيمسك ري مرايه موجوده في المكان وبيوقفها على مدخل الغرفه اللي هم فيها، والكائن بيقرب منهم وبيكونوا كلهم واقفين وراها على طول. واول ما بيسيبهم وبيبعد بتتزحلق رجل راتشل واللي على طول بيرجع لهم تاني، وبيشوف جزمتها وهي بتتحرك، واول ما بيوصل لها ما بيلاقيش الا الجزمه بس، وبيكونوا هما في الغرفه التانية وبيهربوا من المكان اللي هو فيه، وبيفضل الكائن يسحب في نفسه وبيكونوا هما مستخبيين تحت السلم لحد ما بيخرج بره البيت خالص، وبيطمنوا لكام ثانيه لحد ما بيسمعوا صوت حواليهم وبيحاولوا كلهم يستخبوا، وبيظهر وراهم كائنات بشكل مختلف وهم عمالين يدوروا عليهم لغايه ما بيطلع لهم كائن من وراهم وبيكون ماسك الكرسي اللي ريتشل عليه من غير ما يشوفها، ولما ما بيلاقوش حاجه بيسيبوهم وبيمشوا، وبيسحب ري بنته ببطء من على الكرسي وبيدخلوا غرفه تانية وبتقرب الكائنات جامد منهم. لكن وهم خارجين صاحبنا بيعمر البندقيه بتاعته، ولما بيجي ينشن على واحد فيهم بيمسكوا ري وبيمنعه، وفي نفس الوقت بتكون الكائنات لسه ما خرجتش ولسه ري ماسك في البندقيه وبيحاول يمنع المجنون ده. وبتشوف ريتش الكائنات دي وهم عمالين بيتواصلوا مع بعض، وبيطلع واحد منهم صورة فيها بنت وبيديها للتاني اللي بيمسكها يبص فيها باستغراب، وبيديها كمان للي جنبه، وفي نفس الوقت بيسمع صوت عالي جدا واللي زي ما يكون بينادوا على الكائنات دي علشان تخرج لهم، وفعلا بيسيبوا كل اللي في ايديهم وبيخرجوا من البيت. وبقول للمجنون لري اظن اننا مش متفقين خالص، وفي نفس الوقت بتظهر تفرعات غريبه من الدم حوالين البيت، وبيحاول ري انه يفهم ايه ده لحد ما بيسمع صاحبنا وهو بينادي عليه بصوت عالي، وعلى طول بيروح له وبيطلب منه يبص بره، واللي بيشوف واحد من الكائنات دي وهو بينزل شخص حي على الارض وبيدرس فيه الانبوب الضخم بتاعه، وبتبدا تسحب دمه واعضائه، وبيفضل صاحب البيت يصرخ وهو بيقول الدم ده مش دمه، وبيلاحظ ري ان الصوت وقف فجاه، فبيجري على المجنون ده اللي عمال يتخانق مع نفسه وبيحاول يسكته لكنه ما بيقدرش، وبيفضل يصرخ في ري ويقول اي كلام، ولما ري بيمسكه بيقوم خبطه في دماغه وموقعه على الارض، وبيقولوا ان الكائنات دي هي الاحتلال وان هم المفروض المقاومه، وبيسيبوا ري يهبل مع نفسه وبيخرج لبنته وبيغمي عينيها وبيقول لها مهما حصل اوعي تشيل الغمامه عنك، وبيروح للمجنون اللي عمال يحفر في بيته ومش عايز يسكت، وبيقفل الباب عليهم، وبتسمع بنته صوت المدعكه اللي بتحصل جوه، وبتفضل تغني اغنيتها المفضله علشان تهدى لحد ما بتسمع صوت الباب وهو بيتفتح، وبتشيل القماشه من على عينيها وبتلاقي ابوها قاعد على السلم وبيكون خلص فعلا على المجنون، وبعد شويه بيكون ري نايم على الكنبه لكن بنته ما نامتش، وبتسمع صوت جاي من بره، واول ما بتلتفت بتلاقي الكائن ده في وشها وعلى طول بتصرخ، وبيقوم ابوها وبيضرب الشيء ده وبيحاول يبعده، وبيفضل نازل فيها ضرب بالبلطه اللي معاه لحد ما بيقطعها خالص، وبيسمع صوت بنته وهي بتصرخ وعلى طول بيطلع لها بره، واول ما بيفتح باب البيت بيلاقي الدم في كل حته حواليه، وبيفضل يدور على بنته لحد ما بيوصل على الحف، وبتصدم لما بيشوف الارض كلها وهي بقت دم، وبيترعب على بنته وبيفضل يصرخ باسمها لحد ما بيجيله الكائن ده، وبيفضل يتفرج عليه من غير ما يعمل اي رد فعل، واول ما بتظهر الدراعات بتاعته بيحاول ري انه يهرب على طول ويستخبى جوه عربيه، لكن الكائن بيسحب العربيه كامله وري جواها، واللي بيسمع صوت بنته وهي بتصرخ جنبه، وبيروح لها الكائن على طول وبيمسكها وبيرفعها فوق، وبيفضل يصرخ فيه ويجري وراه كمان لحد ما بيدخل العربيه بتاعت الجيش وبيلاقي قنابل كتير جواها، وعلى طول بيرمي واحده على الكائن وبتنفجر فعلا من غير ما تاثر فيه، وده بسبب الدروع الواقيه بتاعتهم، وبيلف له الكائن وبيمسكه وبيسحبه هو كمان جوه، وبيلاقي ريني في ناس كتير محبوس وبيستعدوا للموت، وبيلاقي بنته وسط كل الناس دي، وقبل ما يروح لها بينزل لهم دراع من الكائن وبيسحب شخص عشوائي، ونفس الكلام بيحصل في القفص التاني، وبيروح ري لبنت اللي في حاله صدمه لكن بتمد دراع الكائن ده تاني وبيحمي ري بنته وبيصدر نفسه مكانها، وبيمسكوا الكائن من رجله وبيسحب ري القنابل معاه، وبتحاول الناس انها تساعده على قد ما تقدر وتشده من الكائن ده، وبيتجمعوا كلهم سوا علشان يشدوه وفعلا بينجحوا،
وبينزل ري وبيخرج دبابيس القنابل من بقه، واول ما بتنفجر بيفقد الكائن ده السيطره على نفسه وبتقع الاقفاص على الارض، وبيفضل الكائن ده ينهار واحده واحده لحد ما بيقع على الارض. وبيبصله ري البصه الاخيره وهو بينفجر، وبعد شويه بيظهر ري وهو ماشي وسط تجمعات الناس اللي عرفت تنجو، وبيبص على تفرعات الكائنات اللي بينشرها في الارض كلها، وبيلاقي لونها اختلف وبقى لونها رمادي. ولما بنته بتساله ايه اللي حصل للكائن ده بيعرفها انه بيموت، وبيشوف فعلا واحد منهم وهو مريح حبتين على المبنى الكبير اللي قدامه. وبيفضل ري يسال عن ايه اللي حصل لهم، لكن محدش بيكون عارف حاجه لحد ما جندي بيقولوا انهم فجاه لقوا الكائن ده وهو بينهار من غير اي سبب. وبيكمل ري في طريقه هو وبنته، وبيكون مش متاكد برضه من اللي بيحصل او ايه السبب، لحد ما بيظهر كمان واحد فوقهم وبيبقى مهنج على الاخر، وبيلفت ري انتباه جندي منهم وبيقول له بص على الطيور. ولما بيبص بيشوف انها واقفه على الكائن عادي، وبيعرف ان الدروع الواقيه بتاعتهم اتدمرت. وعلى طول بيقول للجندي انهم هيرجعوا تاني يستخدموا الصواريخ، وبتستعد الجنود على طول وبيضربوا صواريخهم عليه لحد ما بيقع على الارض. وبيقف ري هو وبنته يتفرجوا على اللي بيحصل، وبيشوفوه هو بيخرج سائل غريب من جواه، وبيحاول الكائن اللي موجود جوه الآلة الضخمة دي انه يخرج براها، لكنه بيموت قدامهم كلهم على الباب. وبيمشي ري وهو شايل بنته وبيوصل لبيت امهم، وعلى طول بتنزل ريتش وتجري على امها وبيحضنوا بعض، وبتخرج بقيه العيله كلها وبيبقوا فرحانين ان ري وريتش لسه عايشين بعد كل ده. وبيطلع روبي كمان من وسطهم وبيجري على ابوه بيحضنه، وبيكون ري مش مصدق ان ابنه لسه عايش بعد كل الاهوال اللي حصلت. وبنعرف في نهاية الأحداث ونهاية الكائنات إن الكائنات دي لما نزلت على كوكبنا وتنفسوا هوانا جابوا الموت لنفسهم، وإنهم انتهوا وماتوا بدري بدري بعد ما كل أسلحة الإنسان فشلت إنها تأثر عليهم. وإن مين كان يصدق إن أصغر الكائنات وهي البكتيريا اللي خلقها ربنا تكون هي السبب في القضاء عليهم كلهم، وإن الإنسان على مر العصور والزمن كسب مناعته ضدها وبيتعايش معاها عادي، لكن المخلوقات دي ما عرفتش تعمل كده. وهنا بيخلص ملخصنا، واللي لو عجبك ما تنساش إنك تدعمنا بلايك عشان نقدر نكمل ونستمر، وتشترك في القناة لو لسه أول مرة تتابعنا، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.